سلام البنات، جسبر تكونوا كامل ملاح. اليوم جبت لكم وصفة طبيعية، وقبل ما نبدأ في الوصفة حبيت نقول لكم أنا جديدة في القناة، نتمنى تدعموني وتشتركوا في قناتي. أما عن الوصفة فهي وصفة طبيعية لتبييض البشرة. أنا شخصيا استعملتها وبنت لي النتيجة من أول استعمال، ومكوناتها متوفرة في كل بيت. أولها حبة طماطم صغيرة، قطرات من الليمون، ملعقة سكر كبيرة، وملعقة طحين أو فرينة كبيرة. ونبدأ. الماسك تاعنا راح يكون جزئين، الجزء الأول هو تقشير البشرة، والجزء الثاني هو تبييض البشرة. في تقشير البشرة راح نستعملوا هذه حبة الطماطم وراح نبشروها في هذه المبشرة، وبعدها راح نكمل باقي المكونات. راح نبشروها هكذا. بعد ما بشرت الطماطم راح نحتاج الماء اللي راهو فيها، يعني راح نصفيها. الماء الطماطم راح نستعمله في الماسك، اما هذه القشور راح نستعملها في تقشير البشرة. يعني هكذا. راح ناخذ كل الماء اللي فيها. بعد ما خذيت كل الماء الذي في الطماطم، يعني هكذا عصرتها مليح، راح ناخذ هذا القشور لتقشير البشرة، اما الماء راح ناخذه للماسك. اولا قبل وضع اي ماسك على الوجه يجب ان يكون الوجه جد نظيف، يعني ننظفوه مليح، نغسلوه بصابون وماء دافي، وبعد باش نبدأ في عملية الماسك. وهذا هو المقشر. هنحط له كمية السكر، نخلط المكونات جيدا. راح نقشر الوجه بهذا الشكل، بشكل دائري هكذا. نفرك جيدا. ويعني الطماطم معروفة جدا في وصفات التبييض. هكذا نفرك جيدا. بعد التقشير لمدة 5 دقائق كحد أقصى، نغسل بالماء الدافئ ثم نضع الماسك. والآن راح نبدأ في الخطوة الثانية من الماسك، واللي هي راح نحتاج قطرات من الليمون، حوالي نصف ملعقة كبيرة هكذا. راح نضيفه
فرينة اللي كانت ملعقة كبيرة أكل أيضا. راح نخلط المكونات إلى أن يصبح عندي ماسك متجانس، قوام متجانس. هكذا نخلط جيدا. حتى يصبح بهذا القوام، يصبح كريمي. ثم نضعه على البشرة هكذا. وهذا الماسك يعني هو يوالم جميع أنواع البشرة، بما أنه أنا بشرتي حساسة ويعني ما دار لي والو. راح نخلو هذا الماسك على البشرة لمدة 20 دقيقة، ثم نغسل بالماء الدافئ مرة، ومرة ثانية بالماء البارد، ثم نغسل وسنرى النتيجة من أول استعمال. ودكا نخليكم في ملتقى آخر إن شاء الله.